السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة يونس رياكشن تي في. كما كتشاهدوا خلف الشاشة هاد الشي بدلت الديكور ديال الصالون وضربتها بتدويشة. في نظركم واش بقى ما يعجب؟ في نظركم واش بقى ما يبقى؟ ولكن شكون اللي كيدير هاد الشي عنده واحد الظاهرة اجتماعية اللي هي الانسان لما كيلقى ما كياكل كيبقى يدير كلشي، كيبقى يدير بزاف ديال الحوايج، لان الانسان تا قالوا راه كاين شويه واحد البسيط ديال الامان. تالي ضربطه كبيره كيقول له عندك اسيدي المؤشر طالع. والنتيجه ديال هذا الشيء هو اللي غادي نبقاو نشوفوا دابا، وغادي نبقاو نشوفوا بزاف ديال الحوايج. هو الانسان صراحه هي ما خصوش يوقف على هنا وبنادم يشوف خبز هذا الحلال، نضرب في الديون، نخدم في الديون، ندير اي حاجه، ولكن ما نوصلش لهذا المستوى هذا فين راحنا غاديين. مرة دابا كتطلق ولا كيوقع لها مشكل ما كتعرفش منين، صافي تبقى دير شي حوايج لا اراديه. دابا لي نفرض دابا عند بنادم عنده الدراري وكذا، وملي غادي يكبروا كيفاش غادي يكبروا هاد الدراري؟ راه غادي يتعقدوا في دماغهم بكل صراحه. واخا هاد الفيديو ما بغيتش نديرو، ولكن طال الانتباه ديالي هاد الرياكسيون قلت نديرها ونشوفوا هاد الهم هذا فين غادي. زعما واش الناس ما عندهاش علاش تحشم هاد الناس هادو تقريبا. يلا. سلام البنات، كدايرين لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ المهم انا كنخمم في راه ماشي سلام البنات، راه سلام الرجاله، سلام العزاله، سلام المراهقين. دابا كعارفين الفاخر والعيد وداكشي. المهم نحكي الفاخر والعيد يعني ما لقيتيش باش تشري العيد، ولقيتي هذه هي الطريقه اللي تجيب لك الفيو من طبيعه الحال، لان حنا العرب ولا بصفه عامه المجتمع العربي بهذا المعنى هذا هو اللي كيجيب لي فيو بزاف وبزاف ديال المشاهير، ومنهم انا ومن كاملين الناس. يعني الله اراديا كتمشي تشوف، الفوق باقي ليا غير هنا لتحت. لان المراه هي اكبرهم غادي تكون في جهنم والعياذ بالله. غدا ان شاء الله غدا نخمم الصالون ونشوف معايا. ها الكلام زيد. يلا واش هذا تنظيف البيوت خصنا نجيبو. يلا سير، زيدي 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 زيدي. في نظركم نتوما هذا واش هذا روتيني اليومي ولا روتيني؟ عاودت اش نقول لكم، لا حول ولا قوة الا بالله. والله الا الصراحة الا بقى هادشي الا كيضر في الخاطر بالله. اسيدي يلا شو على تقزيبة هادي دخلنا عليك بالله. واش هذا روتيني يومي هذا؟ الله يرد بينا وبيكم، هذا ما نقولو. تانا كتب عليك الله شي حاجه ستري راسك، دابا كتفتحي راسك وتفتحي الناس معاك حتى حنا دابا غادي ناخذ الذنوب في هذا الرياكسيون، ولكن قلنا لعل هذه الرساله توصل. يلا يلا نمشي فضيحه. البنات ايوا المهم هادشي اللي كاين. هذا مكان البنات. راه ماشي البنات زعما كتصحاب كتهضر مع البنات، راه كتهضر مع الدراري والرجاله. المهم البنات البيت الناس راني مزيخه، ندوز غير شي بالتليفون ونقد ناموسيه هانتوما معايا. زين البنات انا الثالث دابا. ها هي ساليتي تبارك الله، حتى شعلتي عباد الله وخرجتي عليهم. زعما ما فهمتش انا. نتمنى يكون شي ردع بالنسبه للسوشيال ميديا المغربيه بصفه عام، بصفه خاصه، يعني تكون واحد اللي روبوت اللي هو اللي كيحذف بحال هاد المشاهد هذه في اليوتيوب. ولكن نرجعوا لاصل الموضوع، انه ما عندهمش غرض بانه يتحدثوا بحال هادو هما اللي كيتلفوا الراي الشباب، وما كيكونش عنده راي وما كيكونش مستقل في الاهداف ديالو. ملي كيكون مازال في النمو ديالو، في نعومات الاظافر ديالو،
ما كيكونش عنده واحد التوجه اللي هو بوحدو غادي يركز على قرايته، وغادي يكون عنده واحد الاهداف غادي يكونوا غادي يخطط لحياته مزيان، باغي يوصل لواحد النيفو، غادي يقول مثلا من هنا واحد 20 سنه انا في عمري دابا 16 عام ولا 17 ملي ندير 20 سنه الى من نوصل كذا. هذه الا كي هذا المحتوى وهذا الشيء اللي كيشوف في السوشيال ميديا وبالنسبه للانترنت الا كتكون عنده واحد المضاعفات سلبيه، كيولي هو معتمد على الغير، ما كي حتى الا عنده عمو ولا با ولا خو ولا اختو ولا شي، كيولي ديما خصو واحد الوسيط هو اللي يوصلوا لديك الحاجه، ما كيوليش عنده عزيمه وكذا صافي لانه ولف هو كلشي كيجي لحداه بهاد الطريقه هذه، يعني بهاد الطريقه ديال السلبيه. يعني بنادم ملي كتشوف انسان في اليوتيوب كيصور مثلا 4 المليون 5 المليون في الشهر وكاين كثر، ولا في تيك توك كيصوروا مثلا ملايين ديال الصحاح، وتجي تقول له ديبلوم ولا تجي تقول له، يعني كتهدم القيم الانسانيه. ملي كنرجعوا او الدول اللي بغيتي تهدمها ولا بغيتي تهدم شي مجتمع، اشنو كتضربوا في القيم ديالو، في المبادئ ديالو. صافي هرس القدره الشرائيه، هرس الاخلاق، هرس الاسره، واكبرهم الاسره هي ملي كتهرس صافي. الاسره ملي كتهرس ما صافي مشى. ملي المراه تقول الراجل واش انت راجل وكذا وهادي كتولي تشوف بعيد، ما كتبقى صافي كتولي تطلق منه، وكتولي عندها الدراري. علاش ولات كتصور الفلوس من تيك توك؟ دابا هي في الاول كديرها مثلا كذا، ملي كتشوف الفلوس داخله هو مثلا ما كيكونش معاه، صافي كتبغي تقول لك عري انا هذا كاع اللي بغا برزني في دماغي الله يعاون الله يسلم. والدراري كيكون عندهم واحد الاثر ماشي من ديك 3 سنين ولا 4، حتى كيولي واحد عنده 16 عام 17 عام. وشكون اللي كيدير في هذا الشيء المشاكل؟ ملي كتكون واحد الصراعات بين المراهقين، راكم عارفين المدرسه ولا مثلا الليسي، وكيدابزو كيقول لهم امك انت كاع دايره وفاعله وتاركه. اما بعدا انت ملي كتصبن في الديور كيعايرك بامك راه كتصبن في الديور، بعدا كوميم عايرني كيف ما بغيتي. ما كتصبن في الديور كتعاون يعني بالعقل الجبين ديالها، ماشي بشي حاجه اللي هي خايبه. وكل واحد في الاصل ديالو عنده خلفيات، هي ما تكونش واحد الخلفيه اللي هي مقله لحياء بهذه الدرجه هذه. يعني كتهضر بحرقه، لان راه الام المغربيه ديال هذه ممكن تكون اختي، ممكن تكون ممكن تكون اختي، خالتي، بنت عمي، بنت جدي، بنت جداتي، ولا بنتي. يعني هذا الشيء راه كيمثلنا كأمة عربية. نتمنى الناس تراجع نفوسها. وكاين بزاف ما يدار. الا بغيت دير مثلا هي بحال هكا ديري المحتوى بسيط كذا ديال الرياضه ولا ديال الاخبار، واصلا الراجل عزيز عليه الصوت النسوي، يعني دير غير الاخبار هكا سميتو محترمه والله تتمشي بعيد. تحيه لواحد الدريه اللي خصني ندير عليه واحد الرياكسيون، اللي راه كدير داكشي ديال الراب وكدير واحد الرياكسيونات وكدير واحد وغادي بخير، ما كدير لا هادي لا هادي وغادي بخير. وبزاف ديال الدريات اللي محترمين وما غاديينش في ديك الطريق، وكتلقى كونت التيك توك ما عندهاش تبارك الله كتصور العاقه منهاش باسلوب زوين وكذا وهادي. وعلاش انت تقول لي انت ما قارياش ولا انا ما قاريش ولا اي؟ بزاف الناس ما قاريش وغاديين بزاف في السوشيال ميديا وبخير. وهي في نفس الوقت ما خصكش توقف على هاد السوشيال ميديا اللي هي خصك تثبت ذاتك. من لما كيجيب لك الله واحد الرزيق منها، حاول دير مشروع، حاول دير واحد المشاريع اللي هي غادي تكون من هنا للقدام. يعني هاد التيك توك او هاد اليوتيوب مستقبلا يقدر ما يكونش بحال اكس. هادي بعدا هذا واحد النتيجه اللي واحد السيد كان كيبيع دوك الباجات ديال الفيسبوك، كنت واحد ديما كنقول له ودي واحد النصيحه راه يقدر يفهم من يسمع هذا الفيديو عندي الا مشي نسمعو وغادي يفهم الموضوع. كنت كنقول له خصك دير بعدا واحد الباج ديال كان ما عارف كيدير سيمانه جوج كيوصلهم حتى 40,000 مشترك. كيفاش كيدير الله اعلم. المهم كان داكشي كان واحد الثغرات بزاف في الفيسبوك وكذا وهادي. المهم شوف كيفاش كيحيل للناس. المهم الثغرات كيفاش ديك الساعه دوك الثغرات ما كانش ديك الساعه الفيريفيكيشن ديال الكود بار، ما كانش الكود سيكوريتي، ما كانش الاوثورايزيشن. يعني بزاف ديال لي سيكوريتي في الفيسبوك ما كانوش، وكان هو مستغل بهذيك العباره وكيمشي بعيد. المهم كان كيبيع لي باجات بالثمن ديال الفلوس، وكان حافظ عليهم دابا يبيعهم بالملايين ويصوروا ليه الملايين. وهذا هو اللي كاين. يعني الانسان لما كيضيع على الهدف المادي قدام عينيه كيقدر يتخلى على حتى القيم الانسانيه. وهذه الا مشيتي تخليتي على القيم الانسانيه كتهدم في الحياه ديالك وفي الاسره ديالك حتى من هنا للبعد. يعني من واحد 10 سنين 5 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين 12 سنه 14 سنه
كتما كتبان لك ديك النتيجه ديال الانحطاط الاخلاقي اللي راك درتي. وهذا هو اللي كاين. بيس اند الله. ما تبقاش على بزر سكر على زر الزرات ليوصلكم كل جديد. واستسمح الا ما عجبكمش هذا الفيديو، ولكن هو للضروره احكام خصنا نديروا هذا الرياكسيون على هذا الشيء ديال الروتيني اليومي. يعني كاينين واحد النماذج بزاف، هذا راه هي شويه من بزاف. وبالسلامه عليكم. بيس.